ازيكم؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. يلا بينا نجرب مع بعض سيليكون تنظيف الفرش. تبقى الخامه سيليكون علشان تستحمل الميه، بيبقى فيها اشكال مختلفه. يعني بصوا شايفين هنا شكل تاني، هنا شكل تاني. بصوا شايفين اشكال. ده طبعا علشان كل الاشكال تساعد في تنظيف شعر الفرش من جوه وسطح الفرشه كويس جدا. ورا فيها الاشكال الحاجات دي عشان طبعا تلزق في الحوض او اذا كان في الترابيزه او في الازاز او اي حاجه، عموما يعني تلزق على اي سطح. في نفس ذات الفيديو هقول لكم عموما ايه افضل طريقه انا بحب انضف فيها الفرش، خصوصا الفرش المستعصيه اللي حالتها صعبه جدا المفروض ندخلها العنايه. وبعيدا عن الفيديو وطريقتي في تنظيف الفرش او اذا كان السيليكون ده، ضروري جدا جدا يا بنات نهتم بتنظيف الفرش، ان ده بيبقى حفاظ منك على بشرتك. واذا كانت الفرش او الاسبونج مش نظيفه ده ممكن يطلع لك حبوب، يحصل لك عدوى، في بكتيريا طبعا بتبقى فيها الحاجات دي، واتربه، ممكن كل ده يدخل في مسامك. فطبعا احنا تجنبا لكل المشاكل دي دايما نبقى بننظف الفرش بتاعتنا والسبونج. وطبعا لو ميك اب ارتست مش محتاجه اقول لك ان ده اهم حاجه تعمليها. ما ينفعش تروحي لكلاينت والفرش بتاعتك فيها منتجات قديمه، فيها منتجات ومستخدماها ومش نظيفه. اولا عشان ثقه الكلاينت وهي تبقى مرتاحه وانت شغاله، ثانيا عشان الشغل يطلع نظيف، ثالثا علشان برضو ما تحصلش اي عدوى بين اي كلاينت، لان انت ما تعرفيش تاريخ البشره اللي قدامك ده عباره عن ايه، او عندها ايه، او حصل ايه، او الكلام ده. وقبل ما تشتغلي ضروري برضو تدي رشه كحول على الفرش عشان برضو تتطهر وتبقي مطمنه، يبقى ضميرك مرتاح اكتر. يلا بينا نروح نجربها مع بعض، وما تنسوش اللايك والشير كده عشان كل البنات تستفاد، وهنتظر رايكم في الكومنتات. يلا بينا. اول حاجه طبعا لازم نغسل الحوض كويس جدا ونطهره، عشان لو الفرشه وقعت فيه او سندنا فرش عليه، وكمان خصوصا ان احنا البتاعه دي هنلزقها في الحوض نفسه. تمام. بنلزقها طبعا في الحته اللي فوق في الحوض علشان تبقى مايله، علشان الميه والصابون ونفس يعني اي حاجه تطلع من الفرش تنزل على طول في الحوض. جهزت كوبايه بلاستيك، حطيت فيها شامبو، اي نوع شامبو بقى عندك، يعني بتستخدميه لشعرك مش لازم نوع معين. بعد كده حطيت بلسم كذا بامب، وبعد كده حطيت اللي هو الغسول بتاع الايد بس اللي هو مطهر، وبليت الفرشه. بعد كده نزلتها في الخليط ده بعد ما قلبته كويس ودوبت فيه الشامبو الكلام ده، وبدات اغسل الفرشه. طبعا انتوا شايفين الكميه اللي نازله من الفاونديشن. قعدت بقى ادعك فيها وامشيها على كل شكل في السيليكون دي، امشيها على كل الاشكال اللي فيها، عشان اكيد كل شكل يعني هيساعد بطريقه ما ان هي الفرشه تنضف. هتشوفوا دلوقتي النتيجه، بس طبعا اخدت فتره يعني مني ادعك علشان اتاكد ان الفرشه نطفت تماما. وبجيبها على اليمين وعلى الشمال، وما نضغطش اوفر على الفرشه، يعني من الاخر ما نتغباش عليها علشان الفرشه ما تبوظش معانا. تمام. بعد كده يا جماعه شطفتها، وبرجع برضو تاني اعيد عليها في السيليكون علشان اتاكد ما فيهاش صابونه. طبعا عشان الفرشه في التليفون في ايدي، فانا لا، لما تبقى التليفون مش في ايدي بتاكد يعني بايدي بمسك الفرشه اتاكد ان ما فيهاش اي صابون زياده، وارجع اشطفها تاني. ونخلي بالنا ان الميه ما توصلش لغايه الخشب، اخرنا اللي بعد الشعر ده على طول في الفرشه، لان لو كل مره الميه بتيجي على الخشب هتلاقوا الفرشه باظت منكم بسرعه واتكسرت. دي فرشه تاني برضو يا جماعه بستخدمها للفاونديشن، بس بتبقى للجسم وكده، للعرايس يعني، فبتاخد كميه فاونديشن اوفر جدا. فبرضو قلت اشوف ايه يعني هتنضفها فعلا حلو ولا لا. زي ما انتم شايفين يعني بهدلتها بهدلت الفرشه حرفيا. وهنا قررت ان انا اجرب كذا طريقه في تنظيف الفرشه، فحطيت بقى غسول دايركت على الفرشه ونزلتها برضو في الخليط ده، قلت اشوف يمكن ده برضو ينضفها اقوى. وفعلا حصل ان هو بصوا يعني الفاونديشن اللي نازل كانه فاونديشن من علبه الفاونديشن مش اللي في الفرشه، نطفت كده اقوى، وكان الغسيل بصراحه بتاعها انضف واقوى. الفرشه دي كانت برضو مليانه جدا جدا جدا، لان كنت مستخدماها برضو للجسم، فبرضو اخدت كميه اوفر. حتى قعدت فتره ادعك فيها ونزلتها كذا مره على فكره في الخليط اللي عاملاه، وبرضو اشطفها وارجع تاني، ولكن لونها ما كنتش راضيه عنه. فلجأت بقى للصابونه، الطريقه الاساسيه اصلا بتاعتي ان انا ادعك الاول الفرشه، يعني اخد كميه كويسه من الصابون في الفرشه، وبعد كده ادعكها على ايدي، ده قبل ما اجيب دي. ودلوقتي جربتها، بصوا كده لونها رجع ازاي يا جماعه.
نطفت جدا، وكمان لما تنشف هتبقى لونها افتح فهتبان نظافتها اكتر. دلوقتي بقى هجرب في الحاجات الباودر. ده الفرشه دي استخدمتها للبلاشر الباودر مش كريمي، وفعلا برضو شايفين لون الماء اللي نازل لون البلاشر. دي نطفت حلو جدا برضو. اخدت نزلتها في الخليط اللي عاملاه ودعكتها في السيليكون، نطفت جدا جدا جدا. هتشوفوا دلوقتي النتيجه. بصوا انا هنا بعد ما بعصرها يا جماعه بوريها لكم، وبنطرها كده من الميه كويس. في الباودر بصراحه حلو. قلت بقى طبعا لازم اجرب في فرش العين، وكانت النتيجه صادمه. تحفه تحفه فرش العين. نظفتها حلو جدا. بصوا الفرشه رجعت بلونها، ما فيهاش اي ذره بواقي من الاي شادو. هجرب برضو دي لان دي الفرشه نفسها لونها فاتح وكانت يعني متبهدله. بصوا اصلا لون الميه اللي نازله منها تمام. هوريها لكم دلوقتي بعد ما اشطفها. بجد عجبتني قوي 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 في فرش الاي شادو زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه هو اصلا هي البينك ده فيها يعني في الشعر الفرشه الاصلي فاهمين. نطفت تماما. ففرش الاي شادو بصراحه رجعتها جديده حرفيا. هنا بقى قررت ان انا اوريكم الطريقه الاصليه بتاعتي لتنظيف الفرشه. انتوا شايفين ان اصلا عايزه اقول لكم الفرشه دي بستخدمها في الميك اب الفانتازيا والاس اف اكس، يعني حاجات الرعب وكده، فحرفيا بتتبهدل معايا زي ما انتوا شايفين. اصلا لونها لان بستخدم خامات تقيله اوفر والوان غامقه اوفر. هتشوفوا دلوقتي الطريقه دي بتعمل ايه في الفرشه يا جماعه، بترجعها لي جديده. الطريقه طبعا يفضل خالص انك تلبسوا جوانتي، لان انا لما بعمل بايدي كده بمسك الصابون مش عايزه اقول لكم بيحصل ايه في ايدي، بتبقى متقشره وبتتبهدل. تلبسوا كده جلافز وتبقوا بتدعكوا في الصابونه وفي ايديكم، في صابونه وفي ايديكم، وتتاكدوا ان الفرشه ما فيهاش صابون وتعصروها كويس. الفرشه بترجع جديده بعد الطريقه دي بجد. انا جيت وهديكوا الخلاصه كده على السريع. هي الحقيقه يعني حلوه ولطيفه، بس بيرفكت قوي مع الفرش الصغيره اللي هي بتاعه العين، اللي هي بقى بتاعه الاي شادو، لان هي اصلا اوريدي حجمها صغير. فطبعا بالنسبه للفرش الصغيره كل حاجه في الحاجات دي بتنضفها كويس وبتدخل في الفرشه كويس جدا. فبصراحه رجعت الفرش الصغيره جديده، دي افضل حاجه. تاني افضل حاجه الفرش الكبيره بس اللي بتاعه الباودر، هي البلاشر الباودر الكونتور الباودر، الحاجات دي نظفتها برضو حلو جدا. كده مش هيبقى فاضل غير الفرش بتاعه الفاونديشن والحاجات الكريمي، الكونسيلر والكونتور الكريمي والحاجات دي، يعني نظفتها. بس بصراحه انا من النوع اللي هو يعني بحب لون الفرشه يرجع زي ما كانت، ما بحبش ان هو يبقى برضو فيها بواقي لون. فهي ما وصلتنيش للمرحله اللي هو الفرشه خلاص ما فيهاش اي فاونديشن، ما فيهاش اي لون. هي ما وصلتش معايا للمرحله دي فرش الفاونديشن والحاجات الكريمي. لكن الطريقه اللي وريتها لكم برضو على الحوض اللي هي بتاعه الفرشه، هي بصراحه اللي بتوصل معايا النتيجه دي. فالبنات اللي عايزه تستخدمها في الحاجات الباودر والصغيره اوكي، هتطلع معاكم النتيجه اللي انتوا عايزينها واللي ترضيكم. لكن بالنسبه لو عندكم فرش مستعصيه او متبهدله وفيها كميه فاونديشن اوفر، طريقتي الاساسيه اللي وريتها لكم. ضروري جدا ان الفرشه ما ينفعش اسندها بعد ما اغسلها ويبقى فيها ميه، اسندها كده في اي علبه فرش، لا لان كده اي بواقي ميه تفضل تنزل في المنطقه دي، وده هيساعدها ان اللزق بتاعها يفك بسرعه. فضروري جدا ان انا بعد ما اغسل فرش يا اسندها كده، ولو اقدر اعلقها كده مثلا باي حاجه ده هيبقى افضل. لكن طبعا لو مش عندك حاجه تعلقيها كده يبقى تسنديها كده عشان تتصفى، او تسنديها بميله شويه برضو علشان تتصفى لتحت. وبس كده، يا رب تكونوا استفدتوا.